في نجوم في عالم المصارعة أثبتوا نفسهم بكل الطرق، لكن بالرغم من ده تلاقي الإدارة ركنهم على جنب أو مش مديهم حقهم كامل. في الفيديو ده هنتكلم عن مصارعين مظلومين جدا دلوقتي، وكان المفروض يبقوا في مكانة أعلى بكتير من اللي هم فيها دلوقتي. يلا بينا من الكلام كتير، يلا بينا نخش على الفيديو. رقم 10 أليستر بلاك. الراجل ده عنده شخصية مختلفة، عنده مزيج من الغموض الجامد جدا والعنف ودخلة جامدة حقيقي، يعني بصراحة بتخلي الجمهور يقف يتفرج. ومع ذلك كل اللي شفناه منه هي مجرد لمحات، مفيش دفعة حقيقية ولا قصة كبيرة بيتحط فيها. أليستر بلاك كان ممكن يكون من الصفوف الأولى في العروض الكبيرة، لكنه بيتظلم ولسه ما فيش حد يعني مركز معاه اصلا، ولا حد مديه اهتمام، ودي حاجه يعني وحشه جدا. وانا بصراحه متضايق من ده، لان انا شفت اليستر باك قلت هيرجع هياخد دفعات، قلت لا طبعا مش هياخد دفعات، كان زمان اللي قبله خد دفعات. لا انا مش عارف والله، يعني الاداره دي فيها ايه، ولا الاداره يعني بتفكر ازاي، مش عارف. بس بصراحه يعني اليستر براك كان المفروض يكون ليه دفعات احسن من كده، واتمنى انه يدفع. يعني هو مصارع كويس جدا يعني، واتمنى ان انا اشوف له حاجه كويسه قدام. رقم 9 ري فينيكس. فينيكس واحد من افضل المصارعين في العالم من ناحيه الحركات الجويه والسرعه واللوتشا. يعني كل مره بيدخل الحلبه بيقدم لنا عرض خرافي جدا من الاداء اللي بيقدمه لنا، بيخلي الجمهور يصرخ يعني حماس جامد جدا وحركات جامده جدا بصراحه. يعني تخلي الواحد يتفاجئ من اللي هو بيعمله ده، وهو بيعمله ازاي اصلا. لكن دايما بنتفاجئ ان هو جزء من فريق او في النص كده، ما عندوش امكانيه يكون بطل فردي كبير. الاداره مش شايفه ده، لكن الاداره المفروض تشوف ان هم محتاجين واحد لوتشا زي ريمستيريو زمان كده، لكن هم مفيش ده راي فينيكس، وفي ناس قبله كتير مش راي فينيكس بس، كلهم مركونين على الرف ومفيش لوتشا كويس. هم شايفينه ولا مهتمين باللوتشا اساسا، حاطينهم كده في خانه تحت الميد كارد حرفيا. فمش عارف الله يعني هم بيشوفوا ده ازاي وبيشوفوا الكلام ده ازاي. فانا مش عارف. راي فينيكس بصراحه يعني انا بحب الواد ده جدا، وكل مره بشوفه بتفاجئ ان الواد ده مركون على الرف بالطريقه دي. بصراحه يعني اتمنى ان هو يدفع. يعني يا تريبل اتش، يعني عندك واحد لوتشا جامد وربنا جامد، بس انت مفيش فايده فيك بصراحه. رقم 8 الوايت 6، بين قوسين الانكل هاودي. بعد وفاة بري وايت كلنا كنا منتظرين ان نشوف حاجه من الوايت 6، لانهم كان في تلميحات قويه وكان في يعني بناء كتير، لكن هم بوخوا بصراحه في الحته بتاعت العوده بتاعتهم يعني، وقعدوا يعملوا برومات كتير جدا لحد ما الناس زهقت ومبقاش عوده منتظره قوي قوي. يعني كمان لما رجع قلنا ممكن يقدموا لنا حاجه غامضه وكويسه، وهم فعلا بيدخلوا بدخله غامضه وجامده يعني بصراحه، ولكن في نفس الوقت مفيش دفعات وبقوا مبوخين قوي. انكل هاودي يعني داخل بيساعد بس في القاب التاك تيم، ما بيعملش حاجه تانية. فانا بصراحه يعني متضايق جدا من الحاجات دي. يعني ازاي انكل هاودي ده المفروض تكون شايف له حاجه كويسه وقصص كويسه؟ انا لو ماسك الدبليو دبليو اشوف له قصص جامده. انت شوف بروايت كان بيعمل ايه زمان، وحاول تعمل حاجه زيها حتى، يعني ده هتبقى حاجه عظيمه بصراحه. يعني فعلا مش هيجي زي بري وايت، يعني بصراحة أفكاره وحاجات دي هو اللي كان بيكتب الأفكار، وتريبلش مش عندوش ناس تكتب أفكار زي بري وايت ولا الكلام ده خالص. فعشان كده أنا مش بلومهم، ولكن أتمنى إن أنا أشوف لهم حاجة كويسة. يعني مش عارف الإدارة مش عارف تستغلهم صح بصراحة. رقم 7 شيسكي نيكامورا. اهو ده لحد دلوقتي انا مش عارف هو فين، والله ما عارف هو فين، ولا فاكر اخر مره انا شفته هو فين بصراحه يعني. لكن نيكامورا يعني هو مهمش يعني، ما ولا عارفين له حاجه. بس ده بصراحه يعني مش بسبب الدبليو اي بس، هو بسببه هو كمان، لان هو كمان يعني ما بيعرفش يتكلم انجليزي، فبيقعد يتكلم ياباني، والدبليو اي بقى مش عارفه تعمل له ايه بقى، تحط في امهات وبتقرفنا معاه. لكن ده ما يمنعش ان هو يعني لاعب كويس وعنده ستايل ياباني جامد ولاعب جامد يعني، ولو اتحط في قصص كويسه هيكون عظيم. لكن اخر فتره كان بيتحط في برامات وحشه ومع عداوات ضان، وانا بصراحه ما بحبش العداوات دي خالص ولا فاكرها اساسا، من كتر ما هي كانت عداوات بضان يعني. ولحد دلوقتي انا ما اعرفش هو راح فين. فانا اتمنى جدا يعني ان اشوف له يعني حاجه كويسه الفتره الجايه، وان الشركه تستغل الحاجات دي صح. بس يعني الظاهر مفيش للأسف. رقم 6
هو المحارب الايرلندي شيماس. الراجل ده عمل كل حاجه في الدبليو، بطل عالم وبطل فرق وبطل امريكا وبطل التاج، وعمل حاجات كتير. ودلوقتي بعد ما كنا منتظرين عودته في السنه اللي فاتت او اللي قبلها مش فاكر يعني، دلوقتي ما حدش حاسس بيه، بيخش في عداوه مع روسف وهو بقى لها 20 مباراه ومبضونين جدا. يعني احنا قلنا في الاول ان هو يعني بيستعد بس عشان يرجع يلعب المصارعه من جديد، لكن الواضح ان ده تهميش صريح، لان انا يعني شايف يعني هو مش محتاج يعني الكلام ده كله. المفروض انك تاخد بقى شيماس ده في دفعات كويسه كده، تدي بقى المصارعين الصغيرين تعملوا قصه حلوه. طيب يعني شيماس بصراحه ما فيش قصص حلوه خالص، ده ما بيتكلمش على المايك حتى. يعني انتوا فاكرين عداوته مع درو ماكنتاير؟ بيدي دفعه لدرو ماكنتاير بس كان جامد جامد وربنا، العداوه كانت كويسه ما بينهم جدا يعني. لكن دلوقتي ولا الهوا ولا في اي حاجه، بيتعامل مع روسف بالضرب بس. اتمنى اشوف له حاجه بعد روسف كويسه يعني. هو روسف خلاص الدفع وكل حاجه تمام يعني، فربنا يستر. رقم 5 راندي اورتن. طبعا كلنا عارفين يعني راندي اورتن من ساعه ما رجع في 2023 والعوده اتحرقت، وكم يعني حتى العوده بتاعته اتحرقت بسبب الباشا كودي رودز يعني. بس ماشي، حتى من ساعه ما رجع فهو ما كسبش في عروض شهريه خالص يعني، ده حاجه عجيبه يعني. يمكن كسب في واحده بس، انا مش متذكر قوي يعني. لكن ان انا على اللي انا فاكره ان هو ما كانش بيكسب في عروض كتير خالص يعني. مفيش عرض شهري كان اللي هو يخسر فيه على طول. ومفيش غير عداوته مع سينا هي اللي كانت حلوه يعني في الفتره دي، وعداوته مع كودورز بقت بضينه قوي يعني. ما فيش تحول ولا في حاجه، وكودورز مصمم ان هو يبقى فيس عادي يعني، مع ان راند اورتن كل يوم موجود وكل يوم جاهز وعادي يطلع في اي وقت. لكن مفيش يعني دبليو مش عايزه تديله اي حاجه، مش عايزه تحقق له لقب العالم ال 15 اللي هو نفسه فيه ولا اي حاجه من دي يعني. حاجه بضينه جدا يعني. وانا اتمنى ان راندي اورتن يعني ياخد حقه وياخد اللقب اللي هو عايزه، يقدم لنا فتره كويسه جدا ويرجع هيل بقى. عشان انا الواحد والله عايز راندي، الواحد اتعود على راندي الهيل. راندي الفيس ده مش واكل معانا خالص بصراحه، مش عارف ازاي هم مقتنعين بيه بس ماشي. فانا اتمنى ان راندي اورتن يعني يرجع تاني للدفاعات وكده والشخصيه الهيل، اتمنى جدا. رقم 4 تشاد جيبل. من اكتر النجوم الموهوبين في الجيل الحالي، قوة وتكنيك وسرعة، باختصار المصارع كامل. بس مع كل ده اللي هو واخده شوية قصص مع الفا اكاديمي، شوية قصص يعني مع ريمستيريو، حاجات بضينة كده لا جراند امريكانو، حاجات بيض جدا جدا جدا. كان المفروض ان ده يبقى بطل قارات او بطل عالم، بس للاسف بيتعامل على انه كوميدي مش اكتر. ودي حاجة يعني انا مبدون منها جدا يعني بصراحة. الواد ده جامد جامد وهو موهوب حقيقي، عامل زي تكنيك كيرت انجل كده. مصارع زي ده ما بيدفعش، ودلوقتي هو مصاب، فمش عارف بجد والله يعني. الدبليو بي حتى لما يرجع هتلاقي بتتعامل معاه برضه عادي زي الاول ويمكن اوسخ كمان. فانت ما تعرفش ازاي الدبليو اي بتضيع حاجات من دي من ايدها، فمش عارف بصراحه مش عارف. لكنه انا اتمنى يعني ان هو بصراحه يدفع، ان هو مصارع كويس، هو يستحق ده جدا يعني. رقم 3 ايج ستايل. فده واحد مش محتاج ان انا اتكلم عن اللي عمله في تاريخه والكلام ده كله. واحد من احسن المصارعين اللي بيأدوا في تاريخ الدبليو اي اصلا، واللي قدموا حاجات كتيره للمجال. اما دلوقتي بيتهمش بطريقه بنت 60 كلب يعني. بصراحه مش عارف ازاي ده والله يعني. ايه ده يعني؟ كمان امبارح خسر وقت تسجيل الفيديو ده، خسر من دومينيك ميستيريو لثالث مره تقريبا او تاني مره. فيعني اللي هو ايه يا عم؟ ايه يا عم تربي اتش في ايه؟ ما هو لقب القارات ده واكل معاك في ايه يعني؟ ما هو يعني مالي بدومينيك ميستيريو وزيف. فمضايقني جدا بصراحه ان ايجي ستايلز خسر اللقب ده. كنا المفروض نشوف ما بينه عداوه وجونسون على اللقب ولا حاجه، ممكن جونسون يبقى جراند سلام. لكن برضه ما فيش يعني، العقل عند الكتابين يعني حاجه ضعيفه جدا. ويجي ستايلز اصلا عمال يعني ديفينيت مفيش فايدة والله العظيم يعني. حاجة تضايق جدا 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 يعني. مصارع زي ده يتعامل بالطريقة دي، فانت كده عبيط جدا يعني. المصارع ده لو موجود في الاي دبليو، شوف هم هيعملوا معاه ايه، زي ستينج كده. شوف عملوا معاه ايه، قدموا له حاجات عظيمة مع انه مش اسطورة بتاعتهم، بس قدموا له. اما انت عمال تاخد المصارع عندك بس وتركنهم وتبعبص فيهم. وانا اسف يعني على الجملة دي بس يلا. ورقم 2 برضه ما يفرش عنه كتير، هو فين بلر، المصارع الجامد اللي كان بيقدم لنا شخصية الديمون الأسطورية. ظهر في اتحاد التريبل ايه وهو بشخصية الديمون بس ايه الدمية،
اللي هو على اساس انت هتهزر معايا يعني يا عم تريبل اتش، يعني انت هتهزر معايا يعني بجد والله العظيم هزار سخيف جدا يعني، وحاجه سخيفه جدا يعني. انا كنت اتمنى ان انا اشوف شخصيه ديمون دي تاني، يقوم جايبها لي في دميه. يعني انت عارف ان انا عايزها، وانت عارف ان هي شخصيه حلوه وبتلعب معايا هتهزر معايا يعني. حاجه بضينه جدا، وهو متهمش جدا دلوقتي محطوط مع الجاجمنت دي. يا رب يطلع منهم في اسرع وقت بقى ونخلص من حوار الجاجمنت دي البضين ده، ويبقى مصارع فردي لوحده كده من غير حد كده، ويبقى زي زمان. بصراحه كانت شخصيه جامده، كنت بحب شخصيه ديمون دي جدا جدا يعني بصراحه. يعني فين بالور عنده كل المقومات انه ياخد دفعه كويسه، ياخد لقب عالم، ياخد ميد كارد، عنده كل حاجه يقدمها لك. عنده بروموهات، عنده قصص، عنده رياكشن، عنده لعب على الحلبة يعني. انت ناقصك ايه عشان ما تدوش دفعة بصراحة يعني؟ انا مش عارف. اما رقم واحد فيعني مش محتاجة يعني، اكتر واحد طلع ميتينه في السنين اللي فاتت دي، وهو درو ماكنتاير بطل العالم 2020 اللي شال الشركة على كتفه حرفيا. دلوقتي عمال يتعذب عشان ياخد لقب العالم، وما خدوش في الاخر. ما خدوش، خدوا لمدة 6 ثواني ولا حاجة ولا 5 ثواني وبس. قالوا له كفاية عليك، انت كده هتعوز اكتر من كده. عنده كاريزما مش طبيعية، وعنده بروموهات جامده جدا، ويعني كلامه على المايك جامد، واداؤه على الحلبه افجر بكتير جدا. جسمه عظيم جدا، ودلوقتي ما بيدافعش، لا مركون على الرف برضه، اللي هو ممكن يخش في عداوات كويسه لكن لا معلش مش هيكسب. مش هنشوفه حاجه كويسه، لا معلش معلش. ممكن نشوف حد تاني، كودي رودز يستحق، جي اوسو يستحق، درو ماكنتاير ما يستحقش طبعا. فانا متضايق جدا جدا من دي. عندك درو ماكنتاير ده احسن من المصارعين اللي موجوده عندك دلوقتي، وانت بترميه حرفيا. فانا مش عارف انت ازاي بتفكر يا تريبل اتش والله العظيم يعني. فده لو يثبت حاجه، فان 10 مصارعين دول امثل نجوم عندهم موهبه، وعندهم تاريخ، بعضهم عندهم تاريخ كمان، لكن مش واخدين حقهم دلوقتي. وده يثبت لنا ان فريق العمل لازم يتغير، فريق الكتابه لازم يتغير. ولو اضطرينا نغير تريبل اتش نغير تريبل اتش. مش عارف ازاي اصلا في ناس كده شايفه مصارعين زي دول وبتهمشهم، وبتحط ناس زي جي اوسو، زي دومينيك ميستيريو، هم اللي دول اللي ياخدوا دفعات. يعني في مصارعين تانية كتير، في مصارعين تانيين كتير، لكن انا جبت ابرزهم. اتمنى ان انا اشوف يعني دفعات، لان الاقبال على الدبليو دبليو دلوقتي بقى بيقل تدريجيا تدريجيا تدريجيا. فحاجه زفت جدا يعني بصراحه يعني. فانت لو متفق معايا قول لي تحت في الكومنتات، وقول لي ايه رايك في اكتر مصارع مظلوم بالنسبه لك، ومين كان يستاهل يكون موجود في القائمه دي وانا ما جبتوش. وما تنساش اللايك والسبسكرايب. بس كده، احلى سلام.